كليرمون فيرون. كنا شفنا كيفاش المنتخب الوطني المغربي هز النيفو وهز الرايه ديال البلاد في السماء وجاب العز والنصر وحتى المرتبه الرابعه. قردع دول اوروبيه عالميه كانت مرشحه انها تهز الكاس، وكان المغرب بالنسبه لهم غير واحد القنطره منين يدوزوا، ولكن السبع انهى احلام منتخبات اوروبيه قويه. هادشي كله ما داز لشي ناس وما داش الانظمه اوروبيه متنوعه. على بركه الله نبداو هاد المقابله. هكا كانت الصدمه لشي وحدين. نبداو المقابله. الفريق الفرنسي بطل العالم بحضور ماكرون وشي ماكرين اخرين تا هما كانوا معاه، داخوا وتلفوا وما عرفوش المنتخب من يخرج ليهم. ورغم الظلم اللي تعرض ليه المنتخب الوطني المغربي قلنا ما كاين باس، هذه هي الكره المنفوخه بالسياسه واللي عامره بالغاز. ولكن زعما هاد الانتصارات كلها وهذا التطور المغربي غادي يدوز على شي وحدين بشغيمه ديال الماء زوت، ولا غادي يخلطوه بالريحه ديال الغاز اللي طلع لهم هاد الايام وتشطنوا وتبرزطوا من المستوى واداء المنتخب الوطني. هاد الايام البرلمان الاوروبي جاه الكز وتجمد وطلع عليه الغاز في الثمن وشم ريحه حريه التعبير، وجاه الضوء الخضر باش يصدر قرارات وتوصيات لما يسمى بحريه التسخين، نقولوا زعما حريه التعبير وانتهاك حقوق الانسان في هذا البرد. حنا عارفين فين كاين الخلل وفين كاين الاعطاب، وما محتاجين شي حد يعطينا الدروس ويتعالى علينا. حنا ما تابعينش لكم وما عندكمش الوصايه علينا. القرار ديال البرلمان الاوروبي عنده خلفيات سياسيه وانتقاميه، هذا سميتو تدخل سافر في سياده الدوله المغربيه. الدوله المغربيه ذات سياده، وهذا تطاول على سياده القضاء المغربي وابتزاز عنده اهداف كثيره. اجي ياك ما جاكم البرد وباغيين تسخنوا الطرح لعل وعسى تضرقوا الفضيح ديالكم. انا كيبان لي الناس كيقلبوا على الدفا ودارونا دفا، الناس ضربتهم تلافه، زعما بقينا فيهم، ضرهم خاطرهم علينا، مشطونين من جهتنا. بغيت نجاوبكم ولكن هذا السيد قال لي انا اللي غادي نجاوبهم. Si monsieur Radi est victime d'un complot, c'est à ses avocats et au peuple marocain de le démontrer. Et c'est pas au Parlement européen de s'essuyer les pieds sur la justice marocaine. دابا هذا ديالكم ماشي ديالنا. دابا خليتو فضيح الدنيا كامله وبان لكم المغرب. الا نسميكم برلمانيين ديال بصح، وقفوا تصنيع الأسلحة اللي كتصوتوا عليها بدم بارد، وهي اللي كتقتل الأطفال والشيوخ في مختلف دول العالم وكتخلق اللاجئين والمهجرين. ايوا علاش ما ديرش باين على ماضيكم الاستعماري والاقتصادي والهمجي في الدول المستعمرة؟ ما تقدروش. 5 million children face famine and agonizing and painful death. A 500% increase in child marriages and children being sold just so they can survive, and not a mention of it. Not here, not anywhere. Is it the colour of their skin? Is it that they're not white? They're not European? All victims deserve support, and until we get on that page, we have no credibility whatsoever. أنت كتشوفيها لالا، والله هذا البرلمان الأوروبي ما بقى كيحشم. هذا البرلمان الأوروبي ولا كله تقابي، كله فساد، ولا كيرقع المرحلة. انفجرت فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي، فقد قرر قاض بلجيكي الحبس الاحتياطي لنائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي و3 أشخاص آخرين على ذمة التحقيق بقضية فساد. أنا اللي كيبان ليا البرلمان الأوروبي الرشوة ولات فيه أغوغو، وخاص ماما فرنسا تعرف بأن سياسة تجيش النواب ضدنا ما بقاتش واكلة، وهذيك استعراض العضلات المنفوخة بحبات دردك حتى هي ما بقاتش واكلة. داك الشيء علاش بغيتوا تدردكوا علينا. إيمانويل ماكرون أقول إنه رجل القمع القاسي لكل المظاهرات، ليست فقط تلك المتعلقة بسترات صفراء بل أيضا مظاهرات رجال الإطفاء. هو الرجل الذي أوقع بين الشرطة ورجال الإطفاء، هذا واقع. معلوم هذا واقع، ولكن بغيت نسولك شنو هي الرتبة ديال حرية التعبير في فرنسا؟ فرنسا تحتل المرتبة 34 من حيث حرية التعبير بحسب قائمة مراسلون بلا حدود، وتأتي بعد غانا والأوروغواي. لهذا لا أعتقد أنه يستطيع أن يقدم دروسا في هذا المجال. لا 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 لا، أنا ما متفقش معك، ولكن فرنسا في عهد ماكرون هي مثال يحتذى به في حرية التعبير. لطالما كانت فرنسا مثالا يحتذى في حرية التعبير، اليوم بات بلد الأنوار في مرمى انتقادات المنظمات الحقوقية والدولية بسبب القوانين الرادعة للحريات، ناهيك عن العنف الشرطي الذي ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. صحفيون وناشطون تعرضوا للضرب والتعنيف من قبل من يوصفون بحراس الديمقراطية. لا ما يمكنش، هذه بلد الأنوار والشعب في عهد ماكرون كيعبر بكل حرية وقدام البرلمان الأوروبي.
فرنسا ما بقاش كتفرق ما بين الغاز المسيل للدموع والغاز المسيل للعاب. ويلي واش البرلمان الاوروبي تصاب بعمل الالوان ولا متخصص فينا غير حنا؟ هادشي ما كيبانش ليه. انا ما عمرني سمعت شي نهار البرلمان الاوروبي صوت ضد انتشار القمع والتضييق على حريه التعبير اللي كاينه في اوروبا. قال لك سيدي علاش ما بقيتوش كتهضروا باللغه الفرنسيه وسير انت تعلم الامازيغيه والعربيه عاد جي يهضر معانا. Dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est une réalité. دابا هاد فرنسا اللي كتعطينا الدروس في الديمقراطيه والحريه التعبير وحريه الصحافه وحريه الصحفيين، انتم كتسلخوا في الصحافه والصحفيين هنا. على البرلمان الاوروبي ما بانش له هاد القمع اللي كاين هنا، عيقتوا بزاف. وهاد فرنسا اللي كتعطينا الدروس. Allez, dégage. Dégage. Allez, dégage. Arrêtez le tournage. Dégage. Dégage. Allez, dégage. وحتى هذاك البيان ديالكم خاوي وعيان وكله مغالطات وفي ريحه الغاز، لان هادشي اللي كتبته قديم وهذه لغه استعماريه والبيان